مشروع ميدو مع الاسماعيلي وصل لنهايته. انا يوسف التهامي العمود. الاسماعيلي، برازيل مصر، عزافي السمسميه، دراويش الكره المصريه، مالكوا في ايه؟ برازيل مصر بقى لهم كام سنه كده في دوامه محدش عارف يخرجهم منها، والوضع من سيء لاسوء. عملوا صفقات كتير وما استفادوش بيهم، جابوا اساطير النادي عشان يلحقوه من اللي هو فيه ده وبرضه ما استفادوش بيهم، جابوا لعيبه اجانب ومشوهم، جابوا مدربين اجانب وبرضه مشوهم، وعملوا حلول تانية كتير كلها فشلت، بس في الاخر وصلوا للحل الامثل، لجأوا الراجل المهام الصعبه، الكابتن احمد حسام ميدو اللي كان مدير فني للنادي الاسماعيلي والمذيع الرئيسي لبرنامج الريمونتادا، برنامج حلو بتفرج عليه. وبعد 9 ماتشات من قيادته بالفريق بالانجليزي وفيديوهات زعيق في التمرين واحتفالات مبالغ فيها بتقول ان الاسماعيلي خلاص رجع لمكانته وهياخد الدوري، وفي الاخر الحصيله توصل ل9 ماتشات، 4 هزايم، 4 تعادلات وفوز يتيم، يعني جاب 7 نقط من اجمالي 27 نقطه كانت متاحه قدامه. فاداره النادي الاسماعيلي الحاليه وجهت له الشكر، واللي بنتمنى لهم ان هم يوقفوا النادي على رجله عشان لو الاسماعيلي هبط الدوري كله هيبقى نوادي ادويه ودخان وحاجه ساقعه بيبس.